طبعا وكل حاجه ان شاء الله، بس دي بقى جايه في الامتحان. دي جايه في الامتحان. قولوا يا رب، اكتب لي في التعليقات يا رب. خريطه العالم السياسيه اتغيرت كتير وكلكم عارفين التغيرات وهقولها لكم، بس خد بالك من اتغيرت لاسباب طبيعيه في اواخر القرن ال19 يا ولا مش ال20، في امريكا الشماليه عند خليج المكسيك عند نهر الريو جراند لما غير مجراه وضفافه غير ثابته، لما خدنا حته من امريكا واديناها للمكسيك. كلكم بتنسوا دي، وهي دي اللي ممكن يتلعب عليها في الامتحان. اما بقى في القرن ال20 اتغيرت الخريطه لاسباب بشريه، الصراع بين الدول. في نص القرن ال20 ظهرت دولتين جدد عند المحيط الهندي، عند خليج البنغال دوله بنجلاديش، وعند البحر العربي دوله باكستان. اما في اواخر القرن ال20 1990 اتغيرت الخريطه في اماكن كتير. ورقه وقلم واكتبي ورايا ست الكل. في غرب اوروبا دوله المانيا في اول القرن ال20 كانت انقسمت، وفي اخر القرن ال20 اندمجت، فحصل التغيير عند بحر الشمال، وخد بالك بقى من دي، وجنوب البحر البلطي او بحر البلطيق. في وسط اوروبا انقسمت تشيكوسلوفاكيا لتشيك وسلوفاكيا. في جنوب اوروبا اللي هو شمال البحر المتوسط شرق البحر الادرياتي انقسمت يوغوسلافيا وظهر مكانها 5 دول. عندنا في شمال اسيا وفي غرب اسيا عند بحر قزوين هنلاقي ان في انقسام للاتحاد السوفيتي، والانقسام ده وصل كمان لحد منطقه البحر الاسود. خد بالك في الوصله ما بين بحر قزوين والبحر الاسود الحته دي بتتسمى منطقه القوقاز، وفيها 3 دول: اذربيجان، ارمينيا، جورجيا. ما تنساش حته القوقاز دي عشان دي غيرت مسار الصراعات الدوليه.